تحية طيبة لكم مستمعاتنا، مرحبا بكم معنا في قناة نصائح تجميلية للعناية بالشعر، البشرة، الأظافر والقدمين واليدين وغيرها. كل وحدة فينا بغض النظر على السن ديالها كتسعى وكتبحث باش تكون عندها بشرة مغذية مرطبة فيها نضارة كتلمع وما فيهاش بثور أو أثار حبوب أو الكلف أو حب شباب، ما فيهاش تجاعيد وغيرها من مشاكل البشرة. كتختلف مشاكل البشرة من سيدة لأخرى نظرا لعدة عوامل، من بينها العوامل الطبيعية الوراثية أو الجينية، ونوع البشرة سواء كانت دهنية جافة مختلطة أو عادية. كذلك التغذية بالإضافة للمواد اللي كتعتمدها من أجل العناية أو الاهتمام بالبشرة، إضافة للحالة الهرمونية لكل سيدة. البشرة ديالنا هي المرآة للحالة النفسية اللي عايشينها كل يوم. العناية بالبشرة محتاجة لواحد التركيز، كاين اللي كتفضل تبقى في كل ما هو طبيعي وكاين اللي كتفضل العكس. في هذا الفيديو كنقترح عليكم ماسك لنضارة البشرة. من بين فوائد هذا الماسك هي ترطيب بشرة الوجه، تقليل التجاعيد، علاج حب الشباب، تقشير الخلايا الميتة، والتحكم في زيوت البشرة. والأهم أنه صالح لجميع أنواع البشرة. أول مكون عندنا في هذا الماسك هو العسل. العسل مفيد بشكل كبير في ترطيب البشرة، بحيث كيمنع إصابة البشرة بالجفاف، كيعمل كذلك على تنظيف المسام، مقشر ومطهر البشرة، كيخفف لنا من مشاكل حب الشباب، وكيقلل لنا من آثار الندبات والجروح. والمكون الثاني اللي هو الزبادي او الياغورت او الدانون، اللي بدوره كيعمل على ازاله تسبغات البشره، كيحارب لنا البثور وحب الشباب، وكيخلصنا من الجلد الميت، وكيساعد في ترطيب البشره. المكون الثالث والاخير اللي هو الشوفان، اللي كيعطينا النعومه والنضاره للبشره، كيقضي على البقع الداكنه وتسبغات البشره. دابا ندوزو المكونات وطريقه تحضير الماسك. كنحتاجو لهذا الماسك 2 معالق ديال العسل، معلقه من الزبادي او الياغورت او دانون، معلقه من الشوفان المطحون. كنخلطوا هاد المكونات مزيان وكنوضعوها على الوجه ديالنا لمده 10 دقائق، ومن بعد كنغسلوا الوجه ديالنا. شكرا لكم على حسن المتابعه، انتظرونا في فيديو جديد من قناه النصائح تجميليه.